في الأول حابب إن إحنا نترحم على الفنان إحسان الترك والفنانة إيناس النجار والفنانة خيرية أحمد، لأنهم كانوا من ضمن كاست الفيلم. ثم بعد كده أحب أقول إن فيلم بحبك وأنا كمان فيلم ممتع جدا ومتقن لأعلى درجة بالنسبة للأعمى والأطرش. انا ساعات اقرا مفيد، اقرا حاجات عن الفيلم، لا في دماغنا ولا في دماغ الكاتب ولا في دماغ المخرج اللي احنا نعمل ده خالص، واحنا اللي صانعين الفيلم. في الحقيقة أنا كنت مستخسر الأداء التمثيلي بتاع شخصية النهاردة في الفيلم. سمير سبوت ما كانش مكانه فيلم زي ده نهائيا. أداؤه من كتر إتقانه لا يليق بالفيلم ولا الفيلم يرتقي ليه. فتحي عبد الوهاب قصاد مصطفى قمر كان زي ما تقارن كده حسام غالي بتاع الأهلي بحسام غالي بتاع طنطا. النظرية بتقول إن سمير سبوت مش شرير، بل هو مظلوم ومحدش فهمه صح. سمير وجدي شاب غير محبوب، بلا قيمة، بلا هدف، بلا إنجازات، فقير، حب واترفض أكتر من مرة، حتى أهله ما كانوش بيعاملوه كويس، اتيتم منهم بدري، وده سبب له نوع من الشعور بالنقص وانعدام القيمة. طول الوقت كان حاسس إنه أقل من اللي حواليه. الناس بتتجوز وتخلف وتعمل عيلة وتعمل إنجازات، وهو كل ده مش موجود عنده. كعادة أي شاب ما كملش تعليمه يوصل لسن ال 18 يبدأ يتعلم صنعة. سمير راح اشتغل صبي كهربائي مع كهربائي في منطقتهم في اسكندرية. طبعا مش محتاج أقول لك إن الكهربائي كان مشغله مفك تيست طول الوقت بيجرب فيه، نظرا لانه واد مكسور ومالوش حد يسأل عليه، فعادي نهزر معاه بالكهرباء، نقلل منه، نجرب فيه وهكذا. سمير اخد كمية كهرباء تنور شارع بحاله، تعرض لاكتر من حادثة صعق شديدة ايام ما كان صبي كهربائي، وحتى مع مرور الوقت لما بقى كهربائي مستقل برضه كان بيتعرض لكهرباء كتير، وكأن النحس ملازمه. مشاعر زي الوحدة وانخفاض تقدير الذات وانعدام الإنجاز والحزن والفقر كانت تسهيلات واستعدادات لاستقباله لأي مشاكل نفسية. فلما تدمج ده مع كم الصدمات الكهربائية اللي اتعرض لها تكتشف إن سمير اتصاب بمشاكل في عقله نتجت عن إصابة الفص الجبهي من كتر الإشارات الكهربية اللي بيستقبلها. من هنا بقت حركة سمير عشوائية وسريعة، بقى بيتشنج وبيتعصب على أتفه الأسباب، بقى عدواني وعنيف، بقت مشاعره أوفر ومبالغ فيها سواء في الفرح أو الحزن. ومن هنا تسمى بسمير سبوت، لأن الناس ربطت بين الكهرباء وبين كهرباء دماغه اللي بقت لاسعة. بس هي إيه التشخيصات اللي نقدر نقول عنها انعكست على سمير بعد الإصابات والمشاكل دي؟ أولا نقدر نشتبه في إصابته في الفترة دي بحاجة من اتنين: اضطراب الشخصية الحدية البوردر لاين، أو اضطراب ثنائي القطب اللي هو الباي بولر، لأن تناقضات المشاعر والمبالغة في ردود الأفعال بشكل هوسي مش بتخرج بره الاتنين دول. ولحد هنا الأمور ماشية تحت السيطرة، بس بتتعقد أكتر لما تقدير سمير لنفسه بينزل للصفر لما بيشوف النجوم والمشاهير من حواليه. اتصاب سمير باضطراب جديد وهو متلازمة عبادة المشاهير CWS أو Celebrity Worship سيندروم، وده مش مجرد اشتباه، ده الاكيد. سمير هنا كان مهووس بنور حمدي المغني المشهور، مهووس بيه لانه بيدور على اللي ملقاهوش والمجد اللي محققوش في نفسه عند حد تاني، كان يتمنى يبقى هو، وخصوصا لو الحد ده من منطقته او بينهم ذكرى طفوله بسيطه جدا او صوره، ده بالنسبه له كبير قوي. هوس سمير بنور بيتطور من الدرجه الاولى للدرجه الثالثه بسرعه جدا، لان الهوس ده بيتقسم لثلاث مستويات: مستوى الترفيه الاجتماعي والمستوى الشخصي والمستوى المرضي الحدي، اللي ممكن يخلي الشخص يعمل افعال عدوانيه وغير اخلاقيه في سبيل المشهور بتاعه. وسمير بالفعل بيعمل ده لما بيوصل للمستوى المرضي وبيغز الفنان ابو سوالف عمرو مصطفى، لانه كان منافس نور في الفتره دي. اعتقد ان عمرو مصطفى لو كان في حياته سمير سبوت كان هيبقى مبسوط قوي وهيبعته لعمرو دياب. بايخه. المهم بيحاول سمير انه يقابل نور كذا مره لحد ما بيقابله فعلا، ولما نور ما بيقدرش اللي عمله عشانه سمير وكمان بيعامله بطريقه حاده على عكس الوهم اللي متوقعه، وكمان بيحبسه ويحاول يطلب له الشرطه لما بيعرف انه خلصه من عمرو مصطفى، بيبدا اضطراب سمير يتعكس تماما ويسعى انه ينتقم من نور، وده مبرر جدا كتحول سريع نظرا لاضطرابات سمير الكتير اللي كانت اولها والفرشه بتاعتها هي البوردر لاين او الباي بولر اللي اتكلمنا عنه، اللي بيخلي الشخص يتحول من الحب للكره في ثواني. انا في الحقيقه لو هلاقي مبرر لسمير على انتقامه من نور يكون اداء مصطفى قمر التمثيلي، ده فعلا يستحق الانتقام. بس لحد هنا لو هنتكلم جد، هو سمير مش شرير، هو مريض ومحتاج علاج، وحتى لو مش هنعالجه هو محتاج نعامله بطريقه متفهمه وهاديه عشان نسيطر على ردود افعاله. انما نور هنا كان مثال للفنان الجاهل، هو طول الفيلم كان شخص جاهل وعشوائي، حتى بيعمل الفانز بعنطزه وتعالي يمكن عشان عيونه لبن. قرر سمير الانتقام من نور عن طريق خطف حبيبته على مركب. سبحان الله باع الموتوسيكل بتاعه عشان يسافر وراهم تركيا، يا اما الموتوسيكل كان غالي قوي يا اما السفر كان رخيص قوي، يعني مش فاهم. وبيروح يخطفها وبعد كده نور بينقذها وينطوا من المركب ويسيبوا سمير ينفجر ويغنوا بحبك وانا كمان. طبعا بشاعة الفيلم دي ما تنسيناش الظهور الخاص للكابتن خالد الغندور. كده نقدر نقول ان سمير كان مظلوم نسبيا لانه اتعاقب بشكل اقصى من العقاب اللي كان يستحقه، وهو الايداع في مصحة عقلية او حتى السجن، ناهيك عن ان سمير اتظلم في الدنيا قبل موضوع نور وقبل ما سلوكياته تتحول لأذى للناس. يا راجل انا بقول لك كانوا عاملينه مفك تيست. نيجي بقى للمعضله الاخيره وهي عن الاداء التمثيلي للفنان فتحي عبد الوهاب. طول الوقت كانت بتشغلني نقطه الممثل اللي بيعرف يتقن دور واحد بس بشكل عبقري. هل ده يقول انه ممثل عبقري ولا ممثل
ممثل محدود عشان مش بيعرف يعمل غيره ويتنوع. فتحي عبد الوهاب ممثل اكيد اكبر من اني اقيمه اكاديميا لاني مش دارس، ولكن تكرار ادائه للشخص السايكو طول الوقت، التشابه بينه وبين كل شخصيه يخليني محتار اقول عنه بيكرر نفسه عشان محدود، ولا اقول عنه مبدع عشان بيعرف يتشنج ويغير طبقه صوته ويستخدم جسمه. بقول لك ايه، قعدت افكر واقول ما هو مش معقول برضه عشان ممثل يبقى لازم يغير نفسه تماما كل عمل، يعني يغير صوته ولغه جسده وتعبيرات وشه بالكامل، ده شبه مستحيل يتعمل، ولكن على الاقل يغير التبريئه، يغير بعد اذنك اللي بيقولها في نص الكلام وكأنه محرج، يغير الضحكة. وعلى فكرة ده مش بينطبق على شخصية سمير سبوت لأنها كانت مختلفة تماما عن الشخصيات اللي عملها بعد كده، لكن لو بصينا على الشخصيات اللي بعدها زي سمير العبد، سميح الجلاد، الشيطان في وعد إبليس، شخصيته في لمسة أكتاف، شخصيته في عوالم خفية، شخصيته في هروب اضطراري، شخصيته مع عبلة كامل لما كان ظابط، مش عارف، شبه بعض. الإجابة متروكة ليك، يعني هل بتشوف ده تكرار ولا رد فعل جسدي جيني ما يقدرش يخرج براه؟ وهل الممثل لازم يتجرد من لزماته الشخصية المميزة دي في كل دور ولا لا؟ بس برضو الكلام ده ياخدنا لتساؤل تاني، هل الممثل اللي ملامحه مميزة زي فتحي عبد الوهاب أو خالد الصاوي أو باسم سمرة وغيرهم من المناسبين لأدوار السايكو حظهم بيكون أفضل من الممثل اللي ملامحه عادية مش مميزة لا وسيم ولا غريب، ولا المميز بيكون محصور في دور معين بسبب شكله والعادي بيقدر يتلون أكتر؟ أنا مش هديك جواب، أنت قول لي في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير والاشتراك والجرس. هو مصطفى قمر بيعمل إيه؟ يلا يا فنان قوم، محضر لك مفاجأة، فيلم جامد طحن. وليه ده لطفي لبيب برضه متكرر؟ وإيه طحن دي؟ وليه الودان دي شبه وداني؟ التيكة زعلانة من القنص، ده القنص موعدها ومنص، القنص راح صالح التيكة جاب لها مصاص ومستيكة. يعني بيفسروا حاجات ما هوش في دماغنا خالص نهائي، هو بيفسروها على مزاجهم، خلاص هو حر، كل واحد حر، كل واحد